اوعى تشتري موبايل جيمنج قبل ما تشوف الوحش ده اقوى واصغر وارخص تابلت للالعاب هتشوف، جايب اقوى معالج سناب دراجون اليت وبسعر مش هتتوقعه. مساء الفل يا ابو صحاب، عامل ايه؟ جايب لك النهارده تابلت جيمنج جامد. اول مره اجرب تابلت من ريد ماجيك، وبصراحه تجربه مختلفه تماما. فطبعا حابب افكرك في البدايه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو انت اول مره تشوفني عشان تشوفني الفيديوهات اللي جايه. هتلاقي تحت الفيديو في الديسكربشن اكواد خصم ممكن تستخدمها، هتاخد خصم اضافي وكمان هتدعمني جدا. وقناه التليجرام هينزل عليها الموبايلات اللي معايا الشخصيه اللي هبيعها اخر السنه، فما تنساش برده تتابعني هناك. ده بقى الريد ماجيك استرا، حته تابلت كده حوار. تعال نفتح مع بعض. كده فتحته اوريدي، فتعالى بس اوريك تجربه الانبوكسنج. هو مش جاي مع حاجات كتير جوه العلبه، شايف العلبه سليم قوي. هتلاقي التابلت وكيبل للشحن باللون الاحمر الروش جدا، تايب سي تو تايب سي، ودي بقى شويه استيكرات لو حبيت تستخدمهم، وكتاب التعليمات اللي احنا مش بنقراها. يعني تجربه انبوكسنج مفيش ابسط من كده. مبدئيا كده خليني اقول لك ان حجم التابلت بصراحه اكتر حجم تابلت مناسب لكل الاستخدام، جيمنج، استخدام عادي، تقرا عليه، تتفرج على فيديوهات، تقرا كتب، تعمل اي حاجه. بصراحه حجم بيرفكت وتصميم شيك بصراحه. حواف صغيره جدا مش كبيره. التابلت وزنه خفيف 370 جرام، حقيقي مش تقيل. سمك 6.9 مللي، يعني تقريبا حوالي 7 مللي. خامات من الظهر كلها من المعدن ما عدا الجزء الشفاف ده اللي هو من الازاز، عشان تشوف بقى كلمه ريد ماجيك، وكمان تشوف المعالج الوحش اللي جوه ده السناب دراجون اليت، وكمان بعض الحاجات كده من جوه الموبايل، الكومبوننت اللي جواه بصراحه روش جدا. طبعا بقى يبقى فيه شويه ار جي بي وحركات كمان شويه. وما ننساش طبعا المروحه الفعليه، في مروحه تبريد جوه الجهاز ده اللي بتنور ار جي بي، وحاليا هي شغاله. التابلت ده واخد تجربه الجيمنج في حته ثانيه. كمان هو مقاوم للميه والتراب بمعماريه اي بي 54، يعني اللي هو الووتر سبلاش او رذاذ الميه، فلو جه عليه طرطشه ميه مش هيحصل له حاجه. نيجي بقى لتاني حاجه، واحده من اجمل الحاجات في التابلت ده هي الشاشه اللي بحجم 9 انش، حجم بيرفكت، وده مخليه مش تقيل، تقدر تتحكم فيه بكل سهوله. الشاشه دي من نوع اوليد 165 هرتز، جيمنج بقى يا صاحبي. احنا محتاجين اعلى فريمات ممكنه. دقتها تقريبا 1.5K، توصل للسرعه 1600 نتس. بتدعم تاتش سامبلنج لو بصباع واحد لغايه 2000 هرتز، والمالتي فينجر 240 هرتز. تابلت جيمنج فانت محتاج ريسبونس كده، مش هيبقى فيه تاخير في الريسبونس وانت بتلعب. وطبعا ما ننساش طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس اللي موجوده على الشاشه. نيجي بقى للتنين المجنح اللي جوه التابلت ده، سناب دراجون 8 اليت، اقوى معالج من كوالكوم، مع مساحه داخليه بتبتدي من 256 جيجا لغايه 1 تيرا، من نوع يو اف اس 4.1 برو، ذاكره تخزين طلقه، مع رامات بتبتدي من 12 جيجا لغايه 24 جيجا رام، من نوع ال بي دي ار 5 تي. انت ماشي بكمبيوتر تقريبا، مش تابلت. النسخه اللي معايا 256 و12 عامه. وفي بقى شريحه مخصصه للالعاب جوه الجهاز ده، ريد كور ار 3 برو، عشان تحسن لك الاستجابه والمؤثرات اللي جوه الالعاب. بقول لك تجربه جيمنج في حته ثانيه. طبعا مش محتاج اقول لك اللي هو بيشغل الالعاب على اعلى فريمات ممكنه، كول اوف ديوتي 144 فريم، بابجي 120 فريم، واداء ثابت سريع جدا. اللعب عليه تحفه بصراحه. مفيش سخونيه في الجهاز، وكمان زي ما قلت لك عشان وزنه خفيف فانت مش حاسس بمشكله وانت بتلعب، فما تقلقش، مش هتحس ان هو مش ضخم ولا حاجه. عندك بس زرار كده بتكتشر بالاحمر من جنب، اول ما بتفعله التابلت بيتحول، بيدخلك كده في سبيس خاصه او مخصصه للالعاب، بتدي لك بقى كل حاجه ممكن تتخيلها انك تستخدمها جوه اللعب، من مؤثرات لبلجنز لافكتات لحاجات مثلا تظهر على الشاشه، تتحكم في كل حاجه. عندك اكتر من وضع الالعاب. الزرار ده اول ما بتفعله يدخلك على مساحه مخصصه للالعاب، كل حاجه بقى دلوقتي مخصصه ومركزه مع الالعاب، انسى اي حاجه تانية دلوقتي. تقدر تتحكم في كل حاجه. هتلاقي كمان عندك الالعاب اللي انت بتلعبها او منزلها على التابلت ده، تقدر تتحكم بقى في كل حاجه، في الار جي بي او المروحه تبقى شغاله او لا من هنا. يعني انا حاليا كده مشغل المروحه. عندك اكتر مود من اللعب، انا بلعب على اللي هو ريز، بتلاقي حتى الالوان والاضاءه كده باللون اللون الاحمر، تمام. ولو غيرتها مثلا للايكو يعني مش هتفرق، وبرده نفس الاداء الصاروخي كده ما تقلقش. او حتى كمان البالانسد، بس هو طبعا بيتحكم في التردد بتاع المعالج عشان مثلا يوفر لك عمر بطاريه اطول، الكلام ده. وبالكلام عن البطاريه، عندك هنا بطاريه 8200 ملي امبير وبتدعم فاست تشارج 80 واط، فالعب يا باشا براحتك طول اليوم وما تقلقش. ولكن الشحن هتشتريه بشكل منفصل، وبتشحن من 0 ل 100% في حوالي 70 دقيقه. طيب عشان بقى تاخد تجربه الالعاب الاكستريم دي ومعالج قوي زي ده، محتاجين تبريد محترم.
وهنا عندك نظام تبريد، يعني لو فضلت اقول لك هو قد ايه ممكن الفيديو ده يخلص على نظام التبريد بس، ولكن انا هختصره لك في كام حاجه. ريد ماجيك حطت في التابلت ده نظام تبريد اسمه Enhanced Ice X Cooling System، وده بيتكون من كذا طبقه وكذا لاير وكذا حاجه، منهم عندك ليكويد ميتر 2.0 وكمان غرفه بخار فيبر تشامبر، بالاضافه للمروحه الموجوده اللي بتنور RGB دي اللي بتوصل ل 20,000 لفه. ده بص انسى موضوع الحراره مع التابلت ده، انساه تماما، مش موجود اساسا. تقدر بقى تلعب عليه العاب تقيله لمده طويله براحتك. كل حاجه هنا يا معلم مخصصه عشان تاخد تجربه جيمنج محترمه، باقوى معالج، بطاريه محترمه، شحن سريع، وباقي الساوند سيستم. وعندك هنا دول سبيكر او ستيريو سبيكر صوتهم عالي جدا، بيدعموا خاصيه اسمها DTS-X Ultra، بتعلي الصوت جدا، بتحس ان كأن الصوت محيطي او في مؤثرات كده حواليك. صوته عالي جدا ومحترم جدا بصراحه. وفي كمان محركات اهتزازيه كده جوه بتديك زي فايبريشن، بس مش فايبريشن، تحسه كده هابتك فيدباك حقيقي على حسب الموقف اللي جوه اللعبه. طبعا ده بتقدر تتحكم فيه ان انت تشغله او تطفيه. انا بصراحه مش بحبه فكنت قافله، بس انا بقول لك عشان حبيت تاخد بقى التجربه في حته ثانيه فعلا. وكمان لو عايز تعرض المحتوى على التابلت تقدر تعرضه على شاشه اكبر عن طريق اليو اس بي سي ده، عشان بيدعم الديسبلاي بورت لغايه الريزوليوشن 2K، فتقدر توصله وتعرضه على اي شاشه براحتك. نيجي لحاجه اخيره في التابلت، هي الكاميرا. كاميرا خلفيه 13 ميجا بكسل، بتطلع صور مقبوله جدا وكويسه جدا، وكمان بتقدر تصور فيديو لغايه 4K. كاميرا السيلفي 9 ميجا بكسل، مش اكبر حاجه، ولكن هي مناسبه لصور يوميه كده، لو داخل مثلا زوم ميتنج، بتتكلم مع حد، فيديو كول، الكلام ده مناسبه لهذا الاستخدام مش اكتر من كده. ويمكن التابلت دايما مش محدش بيهتم قوي بموضوع الكاميرا، بس هي الكاميرا هنا للاستخدام المقبول العادي. ولكن لو انت جيمر انت مش هتركز على الكاميرات اصلا، انت هتركز على الحلاوه والشياكه والاداء اللي طالع من التابلت ده وبس كده يا معلم. في النهايه احب اقول لك ان الجهاز ده مختلف تماما، خفيف صغير، تابلت للجيمنج فقط، وعلى حجمه يعتبر نسبيا صغير بالنسبه لتابلتس. في تابلتس اكبر من كده، ولكن هو اقوى من تابلتس كتيره باضعاف حجم. نيجي بقى لاهم نقطه بالنسبه لسعره. سعر التابلت ده $500، او بيبدا من $500 لاقل نسخه ل 256 و12 جيجا، وده سعر موبايل ميد رينج، وانت واخد تجربه ومعالج فلاج شيب، فبصراحه صفقه ما ينفعش تفوتها. وكمان متاح تشتريه في الامارات بسعر 2099 درهم، وهسيب لك رابط الشراء تحت الفيديو في الوصف، وكمان اكواد خصم لو استخدمتها هتاخد خصم اضافي وهتدعمني جدا. فانا مظبطك يا صاحبي، فلايكك وكومنتك وسبسكرايب. احب ابقى اسمع رايكم تحت الفيديو في الكومنتات في هذا التابلت، هقرا كومنتاتكم كلها، واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. سلام.